السلام عليكم. اتكلمنا في الفيديو اللي فات على نصيحة للشباب الصغير اللي لسه بيدرس طب، هندسة، صيدلة، أي مجال، أو الناس اللي حديثة التخرج. وحديث التخرج ده بيشمل لغاية سن 45. ما تستغربش ازاي حديث التخرج لغاية سن 45. لو افترضنا إن أنت هتشتغل لغاية سن 65 سنة، وده السن اللي معظم الناس يعني بيشتغلوا فيه لغاية عنده في الغالب، فأنت لغاية سن 45 سوري، انت لو اشتغلت بدأت شغلك وانت في سن 25 لغاية 45، اديك كده اشتغلت 20 سنة من حياتك، ومن 45 لغاية 65 لسه عندك 20 سنة تاني من حياتك. فانت كده لو انت حتى لدرجة سن 45 تقدر لسه تسافر وتطور من نفسك وتتقدم. ده ما يمنعش انك تقدر في مصر انك تتقدم وتبقى كويس وكل حاجة، لكن الظروف في مصر دلوقتي للأسف صعبة، مش أفضل حاجة. علشان كده الناس اللي هتقدر تحقق نجاحات في مصر هم هيكونوا الأقلية، ده إذا قدروا إن هم يحققوها. فرصك بره أكتر، فرصك بره تقدر تشوف الحياة بصورة أفضل. وبعد كده ارجع يا عم أجازة، زي ما أنا موجود في أجازة اهوت، كورنيش الإسماعيلية والدنيا جميلة، قريبين من نمرة 6. وقت ما ياخدك الحنين تعال ارجع مصر، قضي اجازتك. لكن سفرك بره مصر يخليك يساعدك انك تساعد نفسك، تطور، تنمي مهاراتك، تساعد غيرك، الناس اللي انت بتحبهم، تاخد بايديهم اللي عايز يسافر، تاخد بايديهم في الناحية المادية، تقدر تحقق رغباتك واحلامك في حاجات كتيرة، تقدر تلف، تقدر تشوف العالم، تقدر تسافر. لو كمان سافرت وربنا كرمك ورحت دولة من الدول اللي هي بتدي ممكن جنسية، ده ممكن هيفتح لك بعد كده مجال انك تلف وتسافر وتروح العالم بسهولة، اسهل من وانت موجود في مصر. وبعدين اللف انك تروح العالم بسهولة يعني هو السفر في حد ذاته مش انت بتسافر بره عشان تقدر تسافر دول تانية، لا. انا بتكلم انك يكون عندك استقلالية، ان يكون عندك حرية، انك يكون عندك استقلال مادي، استقلال سياسي. حتى لو ربنا كرمك ورحت دولة تانية فيها خدت منها جنسية واخدت منها باسبور اللي هو بنسبة 99%، 99.9% هيكون باسبور أقوى من الباسبور المصري، ده هيفتح لك أبواب كتير. طيب تسافر ازاي؟ تسافر ناس كتيرة طبعا المجال بتاعها مش سهل قوي للسفر، ومتخيلة ان هو لا ما يبقاش فرصة. لا، اي حد ممكن يسافر. وانا بره مصر يعني، انا لفيت واشتغلت في دولتين بره مصر، يعني دولة عربية ودولة أجنبية. شفت ناس من خريجي جميع الكليات، خريجي جميع الشهادات، خريجي باللا شهادات اصلا. فاي حد وكل حد عنده فرصة ان هو يسافر، خاصة دلوقتي في الوقت بتاع يعني المعلومات متاحة. ما تقدرش ابدا تعتب او تلوم الا على نفسك لو انت مقصر في الحصول على المعلومة. دلوقتي الجروبات على السوشيال ميديا كتيرة جدا، الجروبات على النت كتيرة جدا. يعني انا هحكي تجربتي مثلا. انا كنت عايز اسافر من زمان، انا رحت السفارة الاسترالية مرتين في 2009. طبعا الكلام ده ما كان لسه قبل الفترة بتاعت الفيسبوك والسوشيال ميديا ما تكون بالقوة ديت، لكن كان في وقتها المنتديات كانت هي اللي شغالة. كنت قريت ودخلت على المنتديات المصريين اللي بتنصح وبتتكلم، ودخلت على المنتديات الهنود والباكستان، ازاي الطرق سفر لاستراليا، الامتحانات، الحاجات المطلوبة ليها، المعادلة، بلا بلا بلا، كل الكلام المطلوب دوت علشان ابدا اخد معلومات. صحيح كان الموضوع صعب شوية وقتها، الموضوع دلوقتي اسهل بكتير، انك تقدر تعرف ايه هي الطريقة اللي تسافر بيها، ايه الخطوات المطلوبة منك، ايه الشهادات المطلوبة منك، وابدأ اشتغل على نفسك. حدد الاول وجهة سفر، ايه البلد اللي ممكن مثلا تكون تقبل انها تلاقي فيها فرصة عمل. طبعا احنا بالاساس عايزين نسافر عشان نشتغل، فايه هي البلد اللي بسهولة تقدر تلاقي فيها فرصة عمل، ايه هي الخطوات المطلوبة منك. ونصيحتي الاهم بقى فوق ده كله، انك ما تبصش على الهرم او الجبل كله وتكون عايز تطلعه كله مرة واحدة، لا. قسموا خطوات، لانك مش هتسافر في يوم وليلة، فقسموا خطوات، خطوة خطوة، وابدأ حقق الخطوة الأولى. ما تشغلش بالك بالخطوة التانية غير لما تكون بالفعل حققت الخطوة الأولى، لأنك لو بصيت على الهرم أو الجبل كله كده كخطوة واحدة هتلاقي نفسك صعب جدا إنك تتقدم، صعب جدا إنك تاخد خطوات. ليه؟
لان الموضوع صعب، الموضوع طويل. ما بقولش الموضوع سهل يعني زي ما بقول في اول فيديو يلا سافر انت مش شجره، لا، الموضوع فيه خطوات كتيره. يعني مثلا انا عشان اسافر من السعوديه لانجلترا مثلا عملت ما لا يقل عن 15 20 خطوه علشان، او 15 20 اجراء اخدته علشان اقدر اسافر. لو انا في المرحله اللي انا كنت ببص عليهم كلهم مره واحده ما كنتش هعمل حاجه. لكن دي نصيحه واحد صاحبي نصحها لي وانا بقدمها لك، خد الموضوع خطوه خطوه، ولما تعدي الخطوه اللي انت فيها بص على الخطوه الثانيه وابدا خد الاجراءات بتاعتها. لكن هتبص عليه كل مره واحده مش هتتقدم، مش هتعمل اي حاجه. طبعا الموضوع مكلف، فانت برضه لما تبص كده ايه ده، انا عشان مثلا اسافر محتاج لي 150,000، 250,000، 150,000 ده كان زمان على سعر الدولار القديم. محتاج لك مثلا 250,000، 500,000 جنيه دلوقتي، لا مش هيبقوا متوفرين دلوقتي. ليه؟ لانك بتبص عليهم مره واحده. لكن لما تقسمها على مراحل وعلى خطوات، لا هتلاقي نفسك انك تقدر واحده واحده تبدا تتقدم وتقدر تاخد خطوات في خلال سنه، سنه ونص، سنتين، تلاقي نفسك ان شاء الله في مكان تاني وفي حته افضل. اكتبوا لي في التعليقات لو عندك سؤال بصوره معينه عن السفر هجاوبك عليه. واللي عجبه المكان دوت يكتب لي برضو في التعليقات واقول له ازاي توصل لكورنيش الاسماعيليه الجديد دوت. شكرا والسلام عليكم.